الغدا بتاعنا النهارده سهل وبسيط. عملنا مكرونه كده بالصلصه. شوفوا المكرونه معانا مفلفله وجميله ازاي. تمام. وعملنا فراخ مسلوقه عادي خالص. المعلقه وقعت مش مشكله. وعملنا فراخ مسلوقه وحمرناها عادي في معلقه من السمنه ومعلقه من الزبده. مفيش فيها اي افتكاسه، وكان الغدا بتاعنا سهل وبسيط. يلا ادخلوا على الفيديو وتابعوه للاخر. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لام ايه، وما تنسوش تحطوا لام ايه اللايك الحلو من ايديكم الجميله وكومنت حلو عشان تشجعونا. يلا على الفيديو وتابعوه للاخر. يلا بينا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير على كل متابعيني في كل مكان. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. النهارده يوم جديد وروتين جديد من يومات ست البيت. اللي اول مره يشوفني ما اشتركش في القناه طبعا يسعدني ويشرفني باشتراك في القناه. وما تنسوش تفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تشوفوه. ما تنسوش لايك للفيديو وكومنت حلو عشان دايما تشجعوني استمر معاكم. تمام. الغدا بتاعنا النهارده سهل وبسيط جدا، مفيش فيه اي تعب ولا فيه اي مجهود خالص. تمام. هنعمل بقى مع بعض شويه مكرونه كده حلوين بالصلصه وجنبهم كده ايه فراخ. تمام. سمي الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاه تنفك بالكرب وتنحل بالعقد ان شاء الله. انا هنا يا حبايب قلبي معايا هنا ايه الصلصه بتاعت المكرونه بتاعتي اهي. طبعا الصلصه دي كنت عملتها معاكم في اخر فيديو وكنت فرستها في الفريزر. بتنفع طبعا لما بتكوني متاخره في الغدا او متاخره في الاكل عامه، او كمان لما يكون مثلا مش عندك طماطم. تمام. فهي بتنفعك كتير. تطلعي الكيس من الفريزر بتسيبيه يفك شويه 5 دقايق 10 دقايق، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا صلصه المكرونه في ناس بتعملها مختلفة عن التاني. كل واحدة ولها طريقتها في الأكل. تمام. في واحدة بتقللها بتومة وفي واحدة بتقللها ببصل. ده أنا بقى بصراحة بعملها زي والدتي، مش بقللها خالص. تمام. أنا بحط معلقة سمنة كبيرة على معلقتين من الزيت وبسيب الطماطم معايا تتسبك زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي عليها. كده كده الطماطم بتاعتي متسبكة وجميلة. تمام. مش هسبكها كتير. يلا يا حبايب قلبي اذكروا الله كده. هحط هنا معلقه من الكمون. بسم الله. ورشه كده صغيره من الفلفل الاسود، يعني ربع معلقه كده. وهحط هنا ايه بهارات مشكله 7 بهارات. وهحط كزبره وهحط بابريكا. لو عندك مكعب من المرقه حط مكعب، بتخليها حلوه جدا وبتطعم المكرونه بتاعتك. هحط معلقه بابريكا. تمام كده. ومعايا هنا يا حبايب قلبي الحله دي فيها ميه على البوتاجاز، يعني قربت تغلي. اما تغلي هننزل في عليها المكرونه. وهحط الملح بتاعي برضو للصلصه. بسم الله. هحط معلقه كبيره في معلقه صغيره. تمام كده. في معلقه صغيره تحطي انت بقى. شوفي معيار الملح بتاعك. هنجيب هنا بقى حله فاضيه عشان هنعمل فيها الفراخ. هعمل فراخ معاكم بطريقه حلوه قوي. تمام كده. وهنا نقلت الصلصه على العين الصغيره، وهنا الميه قربت تغلي معايا. تمام. انا بعت بنتي تجيب مكرونه من السوبر ماركت، ما لقيتش اكياس بس جابت لي هي اللي هي المكرونه دي. تمام. فاي حاجه بقى هنمشي بيها. تمام. على الكيلو عامل من ده المكرونه اللي هي دي عامل 20 جنيه. معانا بصلتين كده حجم متوسط. هخرطهم كده ايه تخريطه كده جوليان كده. تمام. حلقات يعني. يلا يا حبيب قلبي اذكروا الله كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا ولادي بيعشقوا المكرونه بالطريقه دي، بيحبوها جدا جدا ودايما بيطلبوها مني. وكمان تغيير في الاكل. بصراحه انا كان ليا نيه اعمل محشي النهارده، بس ايه الوقت بقى ايه متاخر وكده. طبعا معايا الفراخ اللي معايا او الفرخه اللي معايا مغسوله كويس جدا جدا، وكنت نقعاها في محلول النقع اللي متعودين مع بعض. معلقه من الملح ومعلقه من السكر ونص ليمونه، وسبتها وبعد كده شطفتها كويس جدا وبقت معانا بقى ايه جميله. معايا هنا حبايب قلبي بقى معايا
البوتاجاز حطيت معلقه من الزيت كبيره. طبعا زي ما قلت لكم الفراخ معايا مغسوله، هنزل عليها كده على الفراخ هنا معايا الميه بتاعت المكرونه هي دخلت في الغليان. تمام، هنزل عليها بقى بمعلقه من الزيت كبيره كده، وهنزل عليها بالمكرونه اللي معايا. هنا بقى حبايب قلبي المكرونه اهي بتتقلب معايا، انا كشفت الغطا عنها. تمام كده، ومعايا هنا معايا هنا الثوم، هنزل بمعلقه ثوم على الفراخ بتاعتي. بسم الله، معلقه كده صغيره بتطعمه في الفراخ وبتخليها حلوه قوي. وهنزل بقى بكميه البصل اللي معايا. بسم الله، دول بصلتين زي ما قلت لكم. بتقلبي بقى الفراخ بتاعتك. بسم الله، يلا حبايبي اذكروا الله كده وصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تمام كده، هننزل بقى بمعلقه فلفل اسود. بسم الله، كمان معايا الملح بتاعي، هنزل هنا كده بمعلقه من الملح. بسم الله، تمام كده. سيب البصله بقى، هقلب هنا المكرونه بتاعتي. الغدا بتاعنا سهل وبسيط مش مكلف، وكمان اللهم صل على النبي، في ثانيه في ثانيه كده بتكون حضرتي. بس الصلصه بتاعتنا جميله ازاي وحلوه، مش هتاخدش منك اي وقت خالص، لان الطماطم معانا جاهزه وكل حاجه جاهزه. بصي الطماطم كده جاهزه. هاخد بقى ايه معلقه من الصلصه اللي معانا دي ونحطها على الفراخ. تمام، لو عندك يعني لو عندك طماطمايه فريش بتحطيها على الفراخ. انا معايا الصلصه جاهزه، بنزل عليها كده على الفراخ بتاعتي. تمام، المكرونه 5 دقايق وهطفي عليها. هنا بقى يا حبايب قلبي المكرونه معايا اتسلقت. تمام، بقت كده كويسه اهي ما شاء الله عليها. تمام كده، ومعايا هنا كمان الصلصه بتاعتي طفيت عليها النار. بس الصلصه بتاعتي جميله ازاي، طفيت على الصلصه النار. والفراخ هنا اهي كمان اتشوحت وبقت جميله جدا. بغلي لها ميه في الكتل عشان انزل على الفراخ بتاعتي. هناخد المكرونه تحت الميه كويس جدا ونشطفها كويس، وبعد كده نحطها في المصفى وننزل عليها بمعلقتين من الزيت كده عشان تخليها مفلفله وما تبقاش معجنه معاكي او تلزق في بعضها. تمام كده، هصفي المكرونه واشطفها كويس وهرجع لكم تاني. متنسوش اللايك.
كده المكرونه ما بتلزقش معاكي خالص. وكمان حطاها بصوا اهي، حطاها بتصفى ميتها خالص. بصوا هسيبها بقى كده على جنب. هنا يا حبايب قلبي بقى في الحله اللي انا كنت سالقه فيها المكرونه، تمام، شطفتها بس كده شطفه صغيره، تمام. وهنزل بقى ايه، وهنزل بكميه الصلصه. هنزل بكميه الصلصه اللي معايا، تمام كده. بسم الله. طبعا انا عليت مولعه النار بس مش معلياها، تمام. النار بتاعتي هاديه خالص، تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بكميه الصلصه، نص الكميه كده، شويه كميه. بسم الله. شوفوا الصلصه بتاعتي جميله ازاي. يلا يا حبايب قلبي اذكروا الله كده وصلوا على الرسول. هنزل بقى كمان بكميه المكرونه اللي معايا، صفت ميتها اهي، رشفها ميه. بسم الله. طريقه سهله جدا جدا، وطبعا ممكن تعملها بطريقه تانية بطرق كتير جدا، فكل واحده وطريقتها. دي طريقه انا بحبها وولادي بياكلوها بالطريقه دي وبيحبوها جدا، فشوفي انتي الطريقه اللي ولادك بيحبوها اعمليها. تمام كده. نزلت بقى بنص الكميه، واحنا كده هنزل بنص الكميه التانيه معايا اهي. بسم الله. شوفوا الصلصه بتاعتي جميله ازاي. وهنزل بقى ايه ببقيه المكرونه، بقيه الكميه اللي معايا اهي. بسم الله. طبعا لو عندك بقى ايه صدور فراخ، لو عندك كبد وقوانص، لو عندك لحمه وتقطعها صغيره وتحطها في المكرونه، بتطعملك المكرونه معاكي وبتخليها حلوه جدا، تمام. هقلب بقى ايه الفراخ. هنزل بقى بكميه الصلصه اللي لسه معايا. نجيب الاسباتيلا بقى ايه، تمسح الحله بتاعتنا كده كويس اهي، تنضفها. بصي اهي. وبكده يا حبايب قلبي بيكون الغدا السهل البسيط جدا جدا بتاعنا خلص، وما خدش مننا اي وقت خالص، ولا خد مننا مواعين كتير ولا اي حاجه، والغدا بتاعنا خلص يا دوب في نص ساعه على ما المكرونه اتسلقت. بصوا الحلاوه كمان. والفراخ بتاعتنا كمان كمان. بجد حاجه حلوه جدا. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم ونال رضاكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب يوم اي، واشوفكم على خير في يوم جديد وروتين جديد من يوميات ست البيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.